جماعة الحشاشين فضلوا موجودين لغاية ما صلاح الدين الأيوبي قرر ان هو يخلص عليهم. فأما حاصرهم قطع عنهم المية والأكل وكانوا هيموتوا، فاتفق معاهم قال لهم مش انتوا شاطرين في الاغتيالات، احنا هنشغلكم في الاغتيالات. اغتالوا لنا أمراء وسلاطين الحملات الصليبية واخطفوا لنا عيالهم، وزي ما هم استفادوا منكم احنا برضو نستفيد منكم. زي ما نشرتوا الرعب والضعف في الدول الإسلامية واستفاد منها الصليبيين، احنا برضو عايزين نستفيد. بسم الله. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن جامع الازهر والعصور اللي مر بيها وعظمة جامع الازهر. دلوقتي بقى هنتكلم عن جماعة الحشاشين وقائدها حسن الصباح. جماعة الحشاشين دول ارهبوا العالم الاسلامي 100 سنة. مؤسسها حسن الصباح. حسن الصباح اسمه حسن ابن محمد ابن علي ابن الحسن الصباح الحميري. هو من قبيلة حمير من اليمن. حسن الصباح كان راجل مشغول بالعلم، راجل كان عالم بالفلك والهندسة والطب. الراجل وهو عنده 20 سنة كان المستشار الإداري للدولة السلجوقية. طب هو واحد زي دوت وصل للمنصب ده ازاي؟ هو خد كورسات واتدرب على نفسه واشتغل على نفسه لغاية ما وصل لها. يعني من العلم ان حسن الصباح ده اصلا كان شيعي والدولة السلجوقية ديت دولة سنية. ازاي وصل لها؟ في مصدر بيقول ان حسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك 3 كانوا صحاب وكانوا بيدرسوا في نيسابور. في ليلة وهم قاعدين واحد فيهم قال كل واحد يقول هو نفسه في ايه. عمنا عمر الخيام قال انا نفسي افضل اكتب شعر طول حياتي، ما اعملش حاجة في حياتي غير انا اصحى واقوم واكتب شعر بس. اما نظام الملك من اسمه قال انا نفسي ابقى عندي سلطان ويبقى ليا ملك كده. اما عمنا حسن الصباح قال انا نفسي ابقى زعيم، بكلمة مني الدنيا تتشال وتتهد ويبقى عندي اتباع مستعدين يقتلوا نفسهم علشاني. واتفقوا كلهم اللي يوصل يمد ايد العون للتاني. تمر السنين والايام وربنا يكرم نظام الملك ويبقى وزير الدولة السلجوقية العالية، وربنا يديله من وسع والناس تفضل تردد اسمه واصحابه يسمعوا بيه ويفتكروا بقى الوعد القديم اللي يوصل يمد ايده للتاني. فرحوا له بقى وفكروه بوعدهم وايه، واحنا كنا قاطعينه على نفسنا اللي يوصل يمد ايده للتاني وانت وصلت. فقال لهم انتوا عايزين ايه؟ عمر الخيام قال له انا نفسي يبقى عندي فلوس تغنيني اني اشتغل واتفرغ بس للشعر، افضل اكتب شعر طول حياتي. فقام مطلع سرة من الذهب واداها له وقال له اكتب شعر مدى الحياة. اما حسن الصباح جه يديله شوية فلوس سرة من الذهب، فحسن الصباح مرضيش وقال له انا عايز ابقى زعيم. فكر نظام الملك ان هو يديله مدينة كده صغيرة محندقة ويخلص منه ويبقى زعيم عليها ونخلص منه. لكن حسن الصباح كان عقر ومرضيش وقال له لا انا عايز افضل هنا. قال له هنا فين؟ قال له في القصر السلجوقي. فوافق نظام الملك واداله منصب كده. وحسن الصباح كان عبقري ونبغى في نفسه وفضل يترقى لغاية ما بقى المستشار الإداري للدولة السلجوقية العالية وهو عنده 20 سنة بس. وفضل يتقرب للسلطان قلب أرسلان. ازاي بقى المستشار بحتة الحساب دي صح؟ هو في ليلة السلطان السلجوقي قلب أرسلان طلب من الوزير بتاعه المخضرم نظام الملك انه يلخص له مصروفات وايرادات الدولة. والدولة السلجوقية كانت بتحكم ربع الارض، ما كانش دولة محندقة، لا دي كانت بتحكم ربع الارض. فنظام الملك عشان راجل مخضرم قال له يا مولاي مش اقل من سنة. عمنا حسن الصباح كان واقف وشاف كل الليلة فقال له يا مولاي هو شهر واحد بس، شهر واحد. دي بقى اللي كانت الطعنة في قلب نظام الملك. صاحبه وشق الشقايق اللي طلعه بايده يقل بيه قدام السلطان بتاعه ما قدرش ينساه. فعمنا بقى نظام الملك فضل يهري في نفسه
حب ينتقم من حسن الصباح، فراح للسلطان قلب ارسلان وفضل يسخنوا عليه ويقول له ان الشخص دوت عميل للدولة الفاطمية لانه شيعي ونفس المذهب بتاعهم. انا من رأيي يا مولاي ان احنا ممكن نعتقله. لكن السلطان السلجوقي مرضيش وطنش. لكن ابن الأثير بيقول ان حسن الصباح كان بيدعو الناس للمذهب الشيعي الإسماعيلي في الدولة السلجوقية السنية، وده اللي خلى ناس كتير في البلاط الملكي يغضبوا عليه. حسن الصباح عرف ان خلاص ان السلطان بيفكر انه يعتقله، فقال لك ما بديهاش بقى. فبدل يبص كده، تفتكر يعني انا راجل شيعي اسماعيلي هروح فين؟ بص كده فقال لك خلاص انا هروح الدنيا مصر. وفي برضو يعني غلطة في المسلسل الحشاشين، ان هما بيقولوا ان حسن الصباح دخل مصر في الشدة المستنصرية، وده مش حقيقي وده غلط كبير. لان ابن الأثير بيقول ان حسن الصباح دخل مصر في 475 هجريا، والشدة المستنصرية كانت 444 هجريا، وانتهت في 465 هجريا، يعني قبل ما يجي حسن الصباح. في اختلاف، يعني مثلا ابن الأثير بيقول لك ان الشدة المستنصرية قعدت 444 هجريا، في كتاب جامع التاريخ بيقول لك لا ان هو قعدت 461 هجريا. في اختلافات، احنا بنقول كل الآراء. يعني ان حسن الصباح جه بعد ما الشدة المستنصرية انتهت. اما مسلسل الحشاشين جايب حسن الصباح وهو ماشي والناس بتاكل بعض وبياكلوا الحيوانات من الجوع، وده مش صحيح خالص. راح هناك ومصر كان بيحكمها في الفترة ديت مين؟ السلطان الفاطمي المستنصر بالله. والدولة الفاطمية هي دولة شيعية إسماعيلية، وبسم الله ما شاء الله حسن الصباح راح واستقبله السلطان الفاطمي المستنصر بالله بنفسه، واداله شوية ألقاب كده. وحسن الصباح قال في نفسه خلاص الدنيا هتحلو، خلاص بقى أنا خلاص الدنيا هتحلو. لكن يتفاجئ في وشه والدنيا تديله في وشه ويقابل بدر الدين الجمال. بدر الدين الجمال كان وزير الدولة الفاطمية وكان أمير الجيش. محبش حسن الصباح وشافوا إن عيل مش مظبوط كده وبيبص في لقمة غيره وعايز يبقى الوزير بداله، فقرر إنه ينفيه ويحبسه في دمياط، وبعد كده نفاه بره مصر كلها، وقرر إن هو هينفيه فين؟ في المغرب. وحسن الصباح هو طالع والسفينة ماشية، حسن الصباح قال لقائد السفينة أنا مش هروح المغرب، أنا هروح بلاد الشام. حسن الصباح كان عالم في الفلك، بدماغه كده قاس سرعة الرياح وعرف إن في عاصفة كبيرة واتجاهها للشام. ففضل يفكر شوية وراح قال لقائد السفينة أنا ولي من أولياء الله، وأنا بقول لك أنا مش هروح المغرب زي ما هم قالوا لك، أنا هروح الشام. فالعاصفة تيجي وتاخد السفينة وتوديها لبلاد الشام. قائد السفينة يستغرب ويآمن بدعوة حسن الصباح ويعتنق المذهب الشيعي الإسماعيلي. هو حسن الصباح ما كانش ساحر، ده كان عالم في الفلك، هو عرف اتجاه الرياح والسرعة بتاعتها، عرف ان السفينة ديت مش هتروح المغرب، هتروح بلاد الشام، على أساسها توقع كده. حسن الصباح لما وصل الشام فضل ماشي في بلاد الشام يدعو الناس للمذهب الشيعي الإسماعيلي. عمنا حسن الصباح فضل ماشي، عدى من بلاد الشام، راح لخراسان، راح عند مكان بين جبال قزوين. لما أتباع كتير ليه حصلت حادثة، الحادثة دي كانت السبب ان حسن الصباح يصطدم مع الدولة السلجوقية. الحادثة ديت لما شاب من أتباع حسن الصباح راح يدعو
شيخ الجامع السني للمذهب الشيعي الاسماعيلي. فشيخ الجامع قال لي الشاب امشي يا حبيبي من هنا، روح العب بعيد. فحسن الصباح يعرف فيشد في شعره فيقول ان الراجل ده هيجرسنا مش هيسكت. فحسن الصباح يؤمر اتباعه ان هم يقتلوا شيخ الجامع وهو طالع من صلاة الفجر. ياه كان قلبه طيب، كان قلبه طيب جدا. قتلوه. ويسمع بكده مين بقى؟ صاحبه القديم شيء الشقايق نظام الملك. نظام الملك استغلها فرصة ويروح للسلطان شاهين شاه لان قلب ارسلان كان مات، ويقول له يا مولاي حسن الصباح لامم شوية عيال حواليه وعامل نفسه اله ومش سائل لسلطان حضرتك ولا مؤاخذة مفيش اي مهابة من حضرتك. فالسلطان السلجوقي يبعت له رسالة ويقول له فيها يا ابني ارجع لدينك تاني بدل ما اجيبك بلبوس. هو قال له كده، هو ما قالوش بلبوس يعني، هو قال له ارجع لدينك بدل ما ابعت لك جيش يجيبوك بلبوس برضو عندي. حسن الصباح حب ان هو يتفادى الموقف فقرر انه يبعت رسالة لشاهين شاه السلطان السلجوقي ويقول له يا مولاي انا على العهد والطاعة، انا مش ضد سلطانك، انا تابع ليك، انا ضد الدولة العباسية والدولة الفاطمية. ارجوك يا مولاي ما تسمعش وشاية الوزير بتاعك اللي هو نظام الملك. طب واحد يقول لي دلوقتي هو حسن الصباح ضد الدولة الفاطمية؟ طب حسن الصباح الشيعي الاسماعيلي والدولة الفاطمية الشيعة الاسماعيلية. اقول لك هو في حادثة حصلت خلت الاتنين ما يطوش بعض. حسن الصباح بقى عدو للدولة الفاطمية وبقى يختال كل رجالتها من وزراء لسلاطين لأمراء لكله. الحادثة ديت لما مات المستنصر بالله، المستنصر بالله لما مات كان سايب ولدين، أحمد بن المستنصر بالله ونزار. نزار كان أكبر أولاده. الوزير الأفضل بدر الدين الجمال، في فرق بين الوزير الأفضل بدر الدين الجمال وبدر الدين الجمال. الأفضل بدر الدين الجمال دوت كان ابن بدر الدين الجمال. سند أحمد بن المستنصر بالله ضد نزار، مع ان نزار كان اكبر اولاد المستنصر، لان احمد بن المستنصر بالله كان نسيب الافضل ابن بدر الدين الجمال، واحمد المستنصر بالله كان لسه صغير وسهل التلاعب بيه. اما نزار كان راجل كبير ومحنك وصعب ان انت تتلاعب بيه. عشان كده الافضل ابن بدر الدين الجمال سند احمد بن المستنصر بالله ضد نزار. فنزار لما عرف كده قال لا انا مش هبايع اخويا الصغير ابدا، فهرب على اسكندريه ولما اتباع حواليه جري وراه الافضل ابن بدر الدين الجمال ومسكه وقتله. سمع بكده مين بقى؟ عمنا حسن الصباح، وقال لك انا هستغلها سياسيا، واستغلها سياسيا. ادعى حسن الصباح انه لما نزل مصر 475 هجريا قابل المستنصر بالله وقال له يا مولاي هو مين الخليفة من بعدك؟ فالمستنصر بالله قال له ابني الأكبر نزار. حسن الصباح قال انه مش هيبايع حد غير نزار، والنزار هيرجع تاني في آخر الزمان بعد ما مات، وقال ان هو لسان الإمام على الأرض ومعاه مفتاح الجنة. ومن ساعتها حسن الصباح بقى عدو للدولة الفاطمية اللي هو أصلا كان شيعي إسماعيلي، والدولة الفاطمية اللي هي شيعة إسماعيلية.